السلام عليكم، ازيكم يا احلى اخوات واحلى متابعين في الدنيا. بقول لكم ايه يا بنات، انا جايبه لكم النهارده وصفه اللي هي البوب. بمعنى صح، حاجه كده فوق الخيال للشعر. سيبكم بقى ان هي باميه زي ما انتم شايفينها، لا دي انا مامتي بقى كانت جايبه باميه كده بتعملها، وانا بسلقها لها وكده عشان تشيلها في التلاجة. فقلت لها اديني القشر يا ماما، اديني القشر بس تشوفي انا هعمل منه ايه. هوريكي بقى بنتك شاطره ازاي ولهلوبه بقى وقرده. تعالوا شوفوا انا هعمل ايه. شويه القشر الحلوين بتوعك اللي انت شايفاهم، قشر الباميه اللي هي القمع اللي من فوق. هنعمل بص انا غاليه الميه فين. غاليه الميه ودول. طبعا انتوا فاهمين طبعا طريقه تجفيف البامية. بس خلينا في موضوعنا النهاردة. دي المية اللي أنا كنت سلقة فيها، خدتها برضو، عايزة الخلاصة اللي فيها، عايزة المية الحلوة الجميلة دي. انزلي بقى بالكيسة كده بشوية القمع اللي عندك ده. وعلى فكرة، ولو عندك بامية برضو ممكن تقدري تعملي بيها، بس احنا بنقول بقى بأقل تكلفة بقى. شوفي الوصفة الجميلة. طبعا مالكمش دعوه بالبوتاجاز، كنت بعمل الغدا طبعا، ماما كانت معزومه عندي وبابا وكده. فطبعا بما انها كانت عندي وكده، فانا قلت اخد بقى ايه الخلاصه بقى، اخد شويه الحاجات الحلوه المفيده اللي انا عايزاها. زي ما انتم شايفين كده، هنغلي ايه، هنغلي القشر بتاع الباميه في قلب الميه اللي احنا كنا سالقين فيها. المفروض الميه التانية دي انا بصفي الباميه فيها، لا انا صفيت بالمصفى دي. وبعدين خدت بقى ايه الميه القديمه على الميه دي عشان تغلي، عشان تبقى جايبه ايه، الصميم البهاريز زي ما بيقولوا. تمام يا بنات، شايفينها بتغلي معاكم ازاي؟ شايفين؟ تقدروا تعملوا بامية، تقدروا تعملوا القشر بتاعها، مفيش اي مشكلة. شايفة المية بتاعها؟ شايفة الجيلاتين بتاعها اللي خرج منها؟ المادة اللزجة الجميلة اللي هي على فكرة هتبقى معانا حلوة قوي حتى للشعر وحتى للوش كمان. اغليهم بقى زي ما انت شايفة كده. غليناهم وخلصنا. ناخدهم بقى نضربهم في الخلاط كده. وتعالوا بقى نشوفوا هنعمل ايه. زي ما انتم شايفين كده. انا طبعا قسمتهم على مرتين وغليتهم. ضربتهم في الخلاط. اسفه مش مركزه معاكم، بس خلوني ايه اركز، كان في ايدي الموبايل يعني. المهم بنات، طبعا هنا ما غليتش دي في البدايه، وطبعا ايه، خدت نصها وضربتهم في الخلاط والنص التاني زي بقى ما انتم شايفين. ادي بقى بعد ما صفيتها في حته شاش كده حلوه جميله يا بنات. وصفيها وطلعي بقى، بصي قولي لها، يعني قولي لها من اين لك هذا. انا بصي هتقولي حقي برقبتي لازم أنا اطلعهم. جبت بقى معلقتين نشا حلوين كده محترمين. انا عايزه برضو النشا حلو برضو، خلي بالكم بيبقى مفيد. هنقلب نقلب نقلب فيهم لحد ما ندوبهم. طبعا احنا دوبناهم، المفروض كنا دوبناهم الاول عشان ما يكلكعش معانا، ما هي سخنه. واخدين بالكم دافيه شويه. بس المهم برضو مفيش حاجه تستعصى عليا، طبعا دوبتهم زي ما انتم شايفين كده. بالمضرب بقى اللي انت شايفاه في ايدك ده. وبعدين بقى شوفي الحاجات اللي هنبتدي ايه ننزل بقى ايه بيها يا ست البنات. طبعا معلقه الجريسلين طبعا كانت موجوده، بس حاجه بسيطه قوي معايا. طبعا فضيتها، كنت جايباها من عند العطار طبعا. كانت اخر حاجه معايا. رحت جايه بقى مفضياها معلقه الجريسلين الحلوه الجميله اللي هتطري معانا الشعر طبعا. وشوية حاجات حلوين كده. وطبعا معاكي زيت اللوز الحلو طبعا، واخدين بالكم من عند العطار. الحاجات الحلوة دي عندي دايما في الدرج، خلي بالكم يا بنات. وانزلي بيهم وقلب قلب قلب برضو، بس لسه في حاجات تانية هننزل بيها. تعالي بقى معانا هنا ناخده بقى ايه، جل الصبار. جل الصبار، مش الجل بقى ده، زيت جل الصبار. زيت جل الصبار. زيت جل الصبار مش جل الصبار، واخدين بالكم؟ الزيت. طبعا عايزه اقول لك ترطيب، شوفي ايديا بتلمع من الجمال اللي انا فيه. واخدين بالكم؟ فما بالكم على الشعر بيبقى عامل بقى ازاي. نزلت بقى كل الازازه الحلوه الجميله دي. عشان انا عايزه طبعا، انتوا عارفين طبعا زيت الجل بتاع الصبار، الزيت بتاعه بيبقى عامل ازاي للشعر طبعا، وزيت الزيتون. رايحين فين؟ تعالوا معايا. طبعا هننزل بقى بالمايونيز، كيس مايونيز. ننزل بيه حلو كده. ونقلب قلب قلب. طبعا انا لسه كده المكونات بنحطها فوق بعضها، لسه ما نزلتش بقى بالتقليب ولا كملت. زيت الزيتون يا بنات ناسيينه ولا ايه؟ تعالوا. معلقتين زيت زيتون. طبعا انا عيني ميزاني، انا واخده بالي انا بعمل ايه وبحط ايه. تمام. وهقلب اقلب 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 اقلب. طبعا ما فيش بعد كده. في ايه تاني بعد الجمال اللي انتوا شايفينه ده؟
اسفه سنه بقى البتاعه بتتهز وكده طبعا. المطبخ كان عندي يضرب يقلب طبعا، فاهمين يعني. بس انا بقى بقول لكم، انا بصوا يعني عملت باقل التكلفه حته وصفه مليها وصف من الاخر زي ما بيقولوا. والله بجد هتدعوا لي عليها لشعركم، هتدعوا لي بجد بجد بجد. قلبي بقى قلبي. طبعا انت بقى هتستعمليها بقى مره مرتين في الاسبوع حسب ما انت عايزه. آه، استعملتيها مرة حلو، مرتين خير وبركة، تلاتة مية مية طبعا. المهم بقى هتعمليها بايه؟ هتحطيها على شعرك، تقسمي شعرك ومن اول الجذور لحد اخر الشعر وتحطيها يا ستي على شعرك. وبعد ما تحطيها على شعرك حتى تلبسي البروكاب او تلبسي فوطه دافيه لو ما عندكيش البروكاب. عايزه اقول لكم ان انا حطاها على شعري النهارده، دي تاني، ده اخر الاسبوع. انا عملتها على مرتين بس انا تفصل شويه لان شعري ما شاء الله تقيل، فاخد مني يعني نص الكميه، والنص الكميه عملتها على المره التانيه. فطبعا افتكرت قلت لا لازم انا منتج الفيديو واركب لكم الصوت عليه وانزل لكم الفيديو على القناه. بصي عامل ازاي. فعلا والله حطاه، وحاطه البرو كاب دلوقتي على شعري. ممتازه يا بنات والله العظيم، هتطري شعركم هتبقى حلوه قوي وبتقل الشعر بطريقه رهيبه. هتدعوا لي عليها. احفظيها في التلاجة مفيش اي مشكله، بتقعد معاكي من اسبوع لاسبوعين ثلاثه مفيش اي مشكله، طول ما هي في التلاجة معاكي مفيش اي مشكله معاكي، حلوه جدا جدا جدا. فزي ما قلت لكم كده طبعا، ولو فضلتي معايا لحد هنا يا بنات او يا شباب برضو مش هنقول لا، حطوا لنا لايك واعملوا لنا دعوه حلوه كده من قلبكم. ويا رب الفيديو يعجبكم، واللي ما اشتركش في القناه يشترك في القناه. ودي وصفه سهله وبسيطه من حاجات في قلب البيت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.